السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا وفرقنا بين البريماتيف داتا تايب، وقلنا البريماتيف داتا تايب دي نوع من انواع البيانات اللي بقدر اخزن قيمة واحدة بس في المتغير. كان زي ايه؟ زي الانتجر، لما كنت بقول له انتجر ايدج بتساوي 25، فكنت اقدر اخزن 25 بس، ما اقدرش اخزن ايه؟ قيمة تانية مع ال 25. واتكلمنا عن الكوليكشن داتا تايب، وقلنا ان الكوليكشن داتا تايب دي بستخدمها لما اكون محتاج ان انا اخزن اكتر من قيمه في متغير واحد بس. وقلنا الانواع الكوليكشن داتا تايب دي كانت الليست والست ومين والماب. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول حاجه لينا، وهي الليست. زي ما هو موضح قدامنا دلوقتي، الليسته دي زيها زي اي نوع بيانات، زي مثلا بوليان، زي في التعريف. اجي مثلا هنا اقول له انا عايز اخزن مجموعه عايز اخزن متغير، او عايز اعمل متغير يخزن اكتر من قيمه. فانا مثلا هستخدم list. تمام. وعندي اسم المتغير، والمفروض القيمه او القيم بتاعته تتحط هنا. جميل. هنا تقدر بقى بكل بساطه تقول له 20، تقول له مثلا 25، تقول له مثلا 88، براحتك. مش جايب لك اي مشكله. تمام. وعادي خالص ممكن ان انت تعمل ايه؟ تطبع تطبع المتغير ده اللي هو واحد، اللي هي عبارة عن ليست. نطبعه. تمام. واحد اللي هو عبارة عن ليست. تعال نشوف. هنلاقي ان هو طبع لنا بالظبط 20، 25، 80، اللي هو مين؟ اللي هو ده، اللي هو الشكل ده. يبقى انا عندي تاني الليست، اقدر ان انا اخزن اكتر من قيمة في متغير واحد، اللي هو مين؟ ال واحد. تمام. جميل. طيب، خلي بالك، انت دلوقتي بتخزن مين؟ رقم 20 ورقم 25 ورقم 88. بس انت عارف لو جيت عملت فاصلة كده وخزنت مثلا رو، هيقبل عادي. خزنت مثلا علي، هيقبل عادي. خزنت مثلا وليكن رقم 10، تمام، هيقبل عادي. لا، ازاي؟ ده انت فوق كنت بتقول لنا ان انت القيمة او شكل القيمة بتاعت المتغير دي لو اتعملت مرة ما ينفعش تتغير تاني. صح؟ يعني انا ما ينفعش بقى اجي بعد ما هنا، ما ينفعش اقول بعد ما قلت ان هو الايدج ده عباره عن انت، يعني خزن قيمه، ان انا اخليه مثلا ترو. صح؟ اه. البريماتيف ما ينفعش، ولكن الكوليكشن ينفع. طيب ليه ينفع؟ لان خلي بالك، فاكرين لما كنا اتكلمنا عن الدايناميك؟ وليكن الدايناميك دي مثلا هنقول ان هي، نسمي المتغير دي واحد، وقلت لك ان الدي واحد دي مثلا، لو قلت لك ان هو 34، ورجعت قلت لك ان الدي واحد اقدر اخليه ان هو يكون مثلا ترو. صح. واقدر اخلي بعد كده ان الدي واحد اقدر اخزن فيه قيمه وليكن string. صح، مش ده كان الديناميك؟ ايوه. طيب، خلي بالك، انت اللي مخلي المنظر ده بالشكل ده، ان انا مخزن اكتر من شكل للقيمه، يعني مخزن انتجر او رقم صحيح، ومخزن ترو، ومخزن سترينج، ومخزن رقم عشري. اللي سامح بالشكل ده ان احنا لو وقفنا على الليسته هنلاقي ان الليسته نوعها ايه؟ دايناميك. وانا قلت لك خلي بالك، الدايناميك بتقول لك براحتك خالص، انا مرنه معاك لاقصى الحدود. انا مرنه معاك لمين؟ لاقصى الحدود. والله عايز تخليني انتجر وبعد كده تخليني سترينج، لو بعد كده تخليني مثلا بوليان ترو او فولس، وهكذا. عادي. لو جيت محتاج تخليني زي ما احنا شايفين في مثال الليست ده، لو عايز نبقى بتاعت كله، ما عنديش مشكلة عادي. طيب، انا مش عايز كده.
انا عايز ان الليسته دي يخزن وليكن مجموعه ارقام صحيحه اللي هي الانتجر. اعمل ايه؟ انا من الشكل ده ما ينفع، مش عايزه، ما ينفعش. انا عايز اخزن ارقام صحيحه بس. قال لك انت لازم تحدد للليست انت عايز تخزن مجموعه قيم شكلها عامل ازاي. زي ما احنا كنا فوق بنقول له انا عايز اعمل متغير والقيمه اللي تتحط فيه تكون ايه؟ تكون رقم صحيح اللي هو انتجر، فكنت بحط قبلها ايه؟ انتجر. هنا نفس النظام. هاجي هنا قبلها هعمل علامه اكبر من واصغر من، واجي هنا اقول له ايه؟ انتجر. شوف اول او بمجرد ما كتبت انتجر ده تمام، وده تمام، وده تمام، لان دول انتجر. اما ده غلط، اما ده غلط، ده برضه تمام. طب لو مثلا حطيت مثلا رقم ما ينفعش. ليه؟ لان هو خلاص عرف ان ال واحد ده متغير نوعه ليست، يعني يخزن اكتر من قيمه، ومش اي ليست، ده لسته بتخزن قيم انتجر. يعني ما ينفعش اخزن قيم في المتغير ده الا ارقام صحيحه بس. طب مثلا لو جينا بصينا وقلنا له لا انا عايز دي دايناميك، خلاص يا باشا قبل كل حاجه. او شلتها، لو شلت دي خالص، هو باي ديفولت بيهندلها ان هي بتكون ايه؟ ان هي بتكون دايناميك. يبقى احنا عرفنا الليسته. يبقى الليسته عباره عن نوع من انواع الكوليكشن داتا تايب، اقدر اخزن فيه مجموعه من القيم. عايز تخلي القيم دي تكون شكلها واحد، سواء انتجر، سواء كلها انتجر، او سواء كلها دبل، او سواء كلها سترينج، او سواء كلها مش عارف ايه، براحتك. عايز تخليها مشكله او بتاعت كله، براحتك. طب مثلا انا عايز اخليها مثلا تخزن نصوص بس، بكل بساطه هقول له هنا بين قوسين عم انت هتخزن لي ايه؟ سترينج بس. فبالتالي هيقبل عليه بس. كل ده بالنسبه له مش شايفه، لان ده غلط. لان انا ليست، انا متغير من انا ليست وكل حاجه، بس انا ما اقدرش اخزن قيم الا مين؟ الا سترينج. طب مثلا عايز اخزن ايه؟ عايز اخزن دبل. تمام. فبالتالي قبل ده وقبل ده وقبل ده وقبل ده، بس ما قبلش دول، ما قبلش دول. طب يجي واحد يقول لي طب انت بتقول ان دي دبل، ازاي قبلت دي وقبلت دي وقبلت دي رغم ان دول انت؟ اقول لك على حاجه. الدبل، الدبل ممكن تقبل رقم صحيح عادي، ولكن خلي بالك. شوف، انت كاتب هنا رقم صحيح 20 صح؟ طب تعالى كده نطبع. تعالى مثلا نشيل دول عشان نطبع الارقام، نطبع الليسته دي. شوف الطباعه هتبقى عامله ازاي. نمسح دول كده. اه، شوف امر الطباعه هيبقى عامل ازاي. شوف انت راجل، انت مدخل هنا كام؟ 20 بس. شوف اما جيت اطبعها لك 20.0، 25.0، 88.0، رغم ان انت مدخله ارقام صحيح. فلو انت في دبل وحطيت رقم صحيحه، مش هيعترض، بس اعرف ان هو هيتعامل معاه بالشكل ده. جميل. تمام. اما العكس ما ينفعش ان انت تحط انت، يعني ما ينفعش ان انا اقول له انت تمام ويقوم واخد الدبل، واخد منه الشكل ده ولاغي، او ان هو يشيل الجزء اللي هو الكسور. لا ما ينفعش. تمام. جميل. يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ دي بالنسبه لي الليست. جميل جدا. طيب خلي بالك، انت عندك في الليست دي حاجه اسمها الاندكس. حاجه اسمها ايه؟ الاندكس. يعني ايه؟ يعني كل قيمه في الليسته دي ليها رقم او ليها اندكس. عن طريق الاندكس ده بتوصل للقيمه دي. تاني، كل ليست فيها او ليها اندكس. الاندكس ده بيعبر عن مكان كل قيمه فين في الليسته دي. طيب الاندكس ده قال لك بيبدا منين؟ قال لك بيبدا من زيرو. يعني تيجي على 20 اللي هو اول عنصر في الليست، زيرو. دي يبقى واحد، دي تبقى اتنين، دي
او ده يبقى 3. يبقى الاندكس بتاعي بيبدأ منين؟ الاندكس بتاعي بيبدأ من الزيرو. العنصر الاولاني في الليست الاندكس بتاعه 0. طب العنصر الثاني الاندكس بتاعه 1. طب العنصر الثالث الاندكس بتاعه 2. طب العنصر الرابع الاندكس بتاعه 3. طيب انا قلت لك الاندكس ده مهمته ان انت من خلاله تقدر توصل للقيمة اللي انت عايزها. ازاي؟ يعني انا مثلا عايز اطبع او عاوز اوصل لل 88، صح؟ طيب اوصل لها ازاي؟ عن طريق الاندكس. 88 الاندكس بتاعها كام؟ 2. طب تعال نوصل لها ازاي؟ والله وليكن عايز اطبعها، فهاجي اقول له اسم المتغير اللي هو ال واحد اللي هو نوع ليست. هاجي هنا اعمل القوسين دول واقول له اللي هو الاندكس رقم 2. فبالتالي لو جينا بصينا هتلاقي طبع لي كام؟ 88، صح؟ جميل. طيب انا عايز اطبع العنصر رقم 3 اهو، قام طابع لي كام؟ 34 و4 من 10. يبقى اذا انا عندي القيم او مجموعة القيم اللي موجودة في الليستة دي، كل قيمة ليها اندكس علشان اقدر اوصل للقيمة دي. عشان لما اما عاوز اوصل لل20 اوصل لها للاندكس بتاعها، لما عاوز اوصل لل88 اوصل لها للاندكس بتاعها، لما عاوز اوصل لل34 اوصل لها بالاندكس بتاعها. قلت لك ان الاندكس ما بيبداش من 1، لا بيبدا منين؟ من 0. جميل. تمام. ده كانت مقدمه كده بسيطه عن الليست. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل كلامنا عن الليست ونخش فيها بشكل اعمق ان شاء الله. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.